ليه ندفع كتير لما ممكن نعملها لولادنا في قلب البيت؟ نعملها لولادنا ونفرحهم ولا إنناش نقع كتير في المطاعم. في المطاعم بيقدموها، والرز بتاع الريزوتو بتاعهم ما بيكونش بصراحة قد كده. أنا دخلت مطاعم كتير وقيمة جدا، ما عجبنيش الرز الريزوتو بتاعهم. النهاردة الرز الريزوتو بطريقة خطيرة. النهاردة هنعمل الفراخ الاستريبس بطريقة جميلة جدا، بتتبيلة زيها زي المطاعم بالظبط. الأول كده هنجيب كيلو من صدور الفراخ، هنجيبها قطعتين، الصدر كامل كده هنجيب صدرين اتنين، هيعملوا كيلو بالظبط. وهنمسكهم كده احنا نقطعهم، ويفضل ان انتي تقطعيهم انتي، ما تخليش الراجل يقطعهم توفيرا يعني. وابتدي بقى اعمليهم كده صوابع زي صوابع البطاطس بالظبط. ما فيهاش اي افتكاسة، ما فيهاش اي تكلفة. بره بندفع مبالغ كبيرة جدا، يعني انتي لو خدتي 5 تنفار وعزمتيهم بره فانتي اتكلفتي فوق ال1000 جنيه، في حين ان انت جايبة كيلو البانيه بحوالي 140 جنيه. طب على ايه ندفع المبلغ الكبير ده بره؟ طب ما احنا نعملها للولاد اكننا اكلنا في افخم المطاعم. بصي بقى، هنمسكها كده خط طولي واحد بس، وبعد كده بالعرض، قصدي خط عرضي واحد بس، وبعد كده اديها بقى خطوط طولية، شرائح بطاطس، صوابع بطاطس بالمنظر ده. الافتكاسة هنا بقى في التتبيلة، ان التتبيلة كل ما انتي حبيتي حتة الفراخ كده تشرب من التتبيلة ويبقى طعمها خطير، عايزة اقولك لازم تقعديها وقت في التتبيلة. يعني يا سلام لو انتي بيتيها في التتبيلة، لو انتي ناوية تعمليها وقبليها بيوم كده عملتي التتبيلة بتاعتك وسبتيها في التلاجة، بتبقى خطيرة جدا جدا. حتة الفراخ بتشرب من التتبيلة وبيبقى ليها طعم كده خيال خيال بجد، أحلى بكتير إنك تجيبيها من بره. وكمان بتبقى موفرة جدا. هنتنينا نعمل الكمية بتاعتنا كده شرائح، ولو قابلتي أي عظمة أو أي دهون حاولي إن انت تشيليها، وابتدي صبعيها. وتعالي بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. عشان نديها طراوة كده من جوه وتبقى طرية، هنحط علبة زبادي، هنحط بيضة كده عشان يبقى لونها ذهبي، بابريكا مدخنة، ملح وفلفل، ومعلقة من القرفة، والسبع بهارات، وحطي كبة صيني، وهنحط كمان ليمونتين. ابتدي بقى كده اضربي الخلطة الجميلة بتاعتك دي كده مع بعضها، وهاتي بقى الستريبس بتاعتك واقلبيها على الايه، على الخلطة الجميلة دي. انا قلتلك ان انتي عشان تشرب التتبيلة وتبقى حلوة، يا سلام لو بيتيها ليلة او تحطيها 3 4 ساعات كده على اول رف في التلاجة. قلبيهم بقى كده وسيبيهم على اول رف يمتزجوا كده وياخدوا ويدوا مع بعضهم، ويشربوا من التتبيلة الجميلة دي. كل ما شربت من التتبيلة كل ما قطمة الفراخ بقى ليها طعم ومعنى، وبقت خطيرة جدا. وقت ما انا بعمل كده وبعد ما خلصت ابتدي بقى اعمل الكفر. اثناء كده كنت بعمل الرز الريزوتو. بجد وصفة الرز الريزوتو خطيرة، حرفيا ما دقتش رز بالطعم ده في اي منطقة ايا كانت. لو انتي عايزة الوصفة دي اكتبي لي في التعليقات وانا هعمل لك احلى رز ريزوتو. هنجيب هنا كوباية من النشا، كوباية من البقسماط، كوباية من الدقيق عشان نعمل الكفر الجميل بتاع الاستريبس. ننزل بالتوابل ملح وفلفل، وحطي بقى ال7 بهارات، وحطي معلقة ماجي بودر، ماجي فراخ، وابتدي بقى قلبي الكلام الجميل ده كده مع بعض. تعالى اقولك يا ستي بقى المطاعم بتعمل ايه عشان الاستريبس يبقى مقرمش قوي كده. حاجة كده ما فيهاش بنص جنيه تكلفة خالص. بيجيبوا كده زي ما انت شايفة بولة كبيرة ملانة مية، ونبتدي هنا بقى نجيب الاستريبس بتاعنا نحطه في قلب الكفر، ومن الكفر للمية. كل ما عملتي الحركة دي كل ما كان الكفر بتاعك كده متختخ قوي كده وبيبقى جميل، والكفر كبير. انا بصراحة هعملها مرة واحدة بس. انا عايزة الكفر بتاعي يبقى حلو، وانا مش عايزة اتخن من كده، يعني يبقى سمكه كويس وكمان يبقى مقرمش. وقت ما احنا بنعمل كده يكون الطاسة بتاعتنا على النار والزيت بيقدح عشان نبتدي نرص الكلام ده كده.
ونقوم حاطينه كده في قلب المية، ومن المية هنرجعه تاني ياخد كفر كمان. انا هعمل الحركة دي مرة واحدة بس، لو انتي حابة تعمليها اكتر من مرة هتديكي كفر أسمك من كده، هيكون سميك عن كده. أنا عايزاه ما يكونش سميك قوي بصراحة، فبالتالي ويكون مقرمش. أنا اللي يهمني إن هو يكون مقرمش من بره وطري وجوسي من جوه، دي أهم حاجة عندي. وبالفعل بيبقى جميل جدا. وبقى لما بيتها يا الله على طعمها، حتة الفرخة كده طعمها يدوب في بقك، حاجة خطيرة خالص. شوية الريزوتو يعني تعظيم سلام، بجد بجد طعم جدا جدا. ابتدي بقى هنا كده نخلص الكمية بتاعتنا، ونبتدي نرصها بقى كده ايه لما الزيت يقدح في قلب الطاسة، عشان نحصل على احلى شوية ستريبس بدل ما بابا يقع بره كتير. بصي بقى كده ازاي، بصي جميلة ازاي، شايفة بقى؟ يا سلام. الزيت بتاعنا هنا خلاص قدح، نبتدي بقى نرصهم كده وناخد الكفر الذهبي الجميل. نبتدي نرص كده، ما بتاخدش وقت خالص من الأكلات بجد بجد، طالما هي متبلة وفي التلاجة هي ما بتاخدش أي حاجة خالص. والولاد بيبقوا بقى تعظيم سلام، كل واحد واقف كده بالكاتشب بتاعه ومستني الستريبس والرز الريزوتو. بصي بقى لونها جميل ازاي. البيضة اللي احنا حطيناها بتخلي الكفر بتاعها ذهبي جدا، وبيبقى خطير جدا. تعالي بقى هنا نغرف في نفس الأطباق اللي بتتقدم لنا فين، بتتقدم لنا في المطاعم. بصي بقى منظرها، بصي مخرفشة ازاي، تحفة جدا بجد بجد، خطيرة جميلة قوي، ما شاء الله طعمها تحفة. واهم حاجة ان هي تكون مقرمشة زي ما هي في المطعم بالظبط. بصي ما شاء الله بجد بجد لونها خطير. تعالي بقى اوريكي شوية الرز الخطير قوي ده، بصي جميل ازاي يا سيدي على الجمال، بجد بجد روعة. لو حبيتي الطريقة بتاعته اكتبيلي في التعليقات. بصي بقى انا هنا عايزة احسسهم ان انتوا في المطعم، نبتدي نقطع الستريبس الخطير بتاعنا ونقوم حاطينه كده على الرز الريزوتو، ونحط كمان الكاتشب، وندي كل واحد الطبق بتاعه اكنه في المطعم تيبيكال. بصي بقى الجمال، تبتدي قطعي بقى كده وهم واقفين وراكي طابور يعني. ما شاء الله بجد بجد بيبقى خطير جدا، والولاد بياكلوا وبيشبعوا، وما تكلفتيش ولا حاجة، ما تضاهيش التكلفة اللي انت بتدفعها في المطاعم خالص. حطي بقى الكاتشب كده يا سيدي، حاجة جميلة جدا. ساعدي ولادك وفرحيهم واعملي لهم اكل المطاعم في البيت، بجد بجد ده منتهى التوفير عن ما انك تاخديهم وتدفعي كتير في اكل ممكن ما تضمنيش سلامته تكون عاملة ازاي ايا كان المطعم ايه. بصراحة انتي اعملي لولادك ووفري ودبري، وباي باي.